أساسها لم يستقبل كوزير خارجية سوريا، بل استقبل كهذا القائد الرمز الذي يمثل هذا التيار الذي له شعبية داخل الأوساط في طرابلس. كيف تقرأ مشهد استقبال الشيباني في طرابلس، وهل يحمل رسائل تتجاوز الساحة اللبنانية؟ طبعا هلا ببساطة الشيباني اجى على طرابلس، استقبلوه استقبال ملوك، يعني مثل ما الكل شاف، حمل على الأكتاف الرجل. هذا المظهر كان مظهر يمثل الشرق الأوسط الجديد القائم على هويات دينية بحتة. آه، تراجعت فيه الهوية الوطنية إلى الخلف، السوري تراجع إلى الخلف، اللبناني تراجع إلى الخلف، العراقي تراجع إلى الخلف، وأصبحت التقسيمات اليوم على أساس طائفي بحت للأسف. الشيباني اليوم دخل على لبنان كوزير خارجية سوريا، ولكن دخل على طرابلس كممثل لهي الهوية الإسلامية السنية الجديدة المتشكلة ببلاد الشام، واستقبل على أساسها، لم يستقبل كوزير خارجية سوريا، بل استقبل كهذا القائد الرمز الذي يمثل هذا التيار الذي له شعبية داخل الأوساط في طرابلس. على الرغم من أنه تاريخيا طرابلس كانت حليف استراتيجي لنظام الأسد الأب والابن، وقد يكونوا هم الحليف الأقوى تاريخيا، ولكن مع هيك تم استقباله بشكل لافت، وبعتقد يعني كانت متوقعة، وأيضا تعطينا لمحة عن ما يخطط له مشروع الإسلام السياسي في لبنان للمرحلة المقبلة. لكن تم اللقاء مع الرئيس نبيه بري، هل تقرأ ذلك ضمن سياسة إعادة التموضع الإقليمي؟ هلا اليوم كل اللاعبين بالمنطقة بدون استثناء أحد، الكل يبحث عن مصلحته، الكل يعي حقيقة أننا نعيش واقع إقليمي جديد، ونعيش مرحلة إعادة تشكيل تحالفات بالشرق الأوسط. واليوم لا أحد يرى العداءات التاريخية بالماضي أمر ثابت، الجميع مستعد للبحث عن مصالحه ومصالح شعبه، وهي رسالة الحقيقة يجب الالتفات إليها للعلويين اللي عم يرفضوا دائما الخروج من التحالفات القديمة بسبب خوف، وبسبب يعني خوف من المجهول، وبسبب فينا نحكي ارتباط بثوابت تربوا عليها. ولكن اليوم شايفين الأستاذ نبيه بري عم يلتقي، وهو أهم قيادة شيعية اليوم داخل لبنان، عم يلتقي مع الشيباني الذي هو كان بالأمس القريب قيادي في جبهة النصرة، عم يلتقي معه، ورسائل ودية بين الطرفين، ولا كأنه كان في بيناتهم حرب ل 14 سنة. فاليوم الشرق الأوسط جديد، اليوم أعداء اليوم قد يكونوا أصدقاء الغد، والعكس صحيح.